ونعترف ان مصر حاجتين اتنين، ازهر وجيش. وعرفت مصر وحافظ الاسلام للازهر على مدار 1000 سنه. ازهر خرج علماء وحافظ مصر وبل حافظ الاسلام. تمام. وكذلك الجيش المصري هو اعظم جيوش الارض. جيش وطني خالص ينتمي لتراب هذا الوطن، يعمل بوطنيه، ليس عسكر مرتزقه. تمام، زي العسكر بتاع المماليك ده. ايوه، فاحنا بنقر الاثنين. ايه اللي حدث؟ يمكن انا ليا ابن عمي دكتور استاذ حديث في جامعه الازهر، فبكلم معاه في الموضوع ده. للاسف تخللنا في ال5 سنين اللي فاتوا، مش فتره حكم الاخوان بس، من 5 سنين تحديدا، الفكر الوهابي بدا يتغول الازهر. وللاسف اخر حكم مبارك افسد الازهر كثير. بدأنا نسقط على الأزهر في مواد، وبدأنا نشيل مواد، وبعدنا عن الخط الديني اللي كان يميز الأزهر. المفروض تراجع الخريطة العلمية والخريطة الدراسية في الأزهر. حتة بقى العنف اللي بيحصل من طلبة الإخوان داخل الأزهر، للأسف احنا كلنا، يمكن أنا أحد اليوم ممكن في لباسي وده أعلنه على أبنائنا الجنود وعلى ابننا طالب الطب في الأزهر. طالب الطب في الأزهر. ولكن طالب الطب في الأزهر في قولان. فيه ان انت كنت ممكن تكون مشارك وقتلت، وفيه ان انت للاسف ما يكونش كان ليك ذنب وقتلت برضه خطأ. ولكن نحتسبك عند الله شهيدا انت واخوتك الجنود. لكن اللي بيتاجر بالقضية وبيعبث مع طلبة، ويبدأ هو داخل الجامعة يجيب الالعاب النارية والصواريخ والشماريخ ويبدأ يرميها على اساس يتم التبادل معاه. هنا واحد، يعني انا بقول لك تظاهر، لا انكر عليك التظاهر، مارس سياسه يا عم مارس سياسه، لكن عنف لا نرفضه تماما. العنف لا يولد الا عنف، وانت بالفعل بتعبث. والازهر على مدار السنه احنا شايفين فيه علامات استفهام، تسمم، وبعدين احداث عنف. هنا بقى الازهر بقت شوكه في ظهر مصر. فاحنا مش هنهد الازهر، لان الازهر احد علامات مصر البارزه، لكن سيعاد تقويمه. وانا مع الناس، رغم يمكن الكلام ده زعل مني بعض السياسيين، انا بطالب حرس الجامعه ان هو يتواجد داخل حرس الجامعه، يرجع تاني الجامعات، لان للاسف حدث حالات تحرش، مخدرات، سلاح داخل الجامعه. انا ضد ان امن الدوله يمارس قمعيه داخل الجامعه، ولكن تواجد الشرطه وحرس الجامعه، الامن يستتب من إن خلال أنا أأمن على بنتي وبابنك داخل الجامعه. من اخر كلمه حضرتك قلتها، ان انا من رايي دخول حرس الجامعه مره